بعد كم يوم من النقله والاستقرار بالامارات الشغل ما كان عم يهدي، وباخر يوم حسنا نحصل مفروشات. واخيرا المسويات خبروني انه وصلت الشحنه اللي بعتناها، فرحت على المكان والشباب الطيبه حملوا لنا اياهم بهالسياره، وطلعت مع الشوفير لدله على الطريق. كان شويه زحمه كالعاده بس الحمد لله وصلنا بسلامه، وبعد نقاش طويل مع البواب رضي يخلينا نفوت السياره. نزلناهم من السياره وحطيناهم على طرف، وبعدها دخلناهم على البنايه على السريع مشان ما نضايق حدا، ونحن عم نحطهم بالاسانسور بلشت الناس تطلع معنا، فاعتذرنا منهم لانه يا دوب وسعنا نحن والغراض. طلعناهم وشلنا البلاستيك اللي لفيناهم فيه من قبل لانه كان موسخ بشكل مو طبيعي. دحشناهم كلهم بكيس وعلى الحاويه من اولها. فوتنا الغراض كلياتها وسافقت نومي لليوم اللي بعده. ومن فقتي شلت الغسيلات المنشوره وفضيت المكان، وجبت الشناتي مشان افتحهم يتنفسوا شوي بعد كل هالايام مسكرين. وبعدها قلت خلينا نبدا بكرتونتي ما دام صحيان متنشط. حملتها وبوشي على الغرفه، جبت لك هالمشرط وسميت بالله ان شاء الله ما نتفاجئ بشي كائن حي جواتها. فتحتها واول شي طلع شويه ورود، هدول جبتهم خصوصي لإلكن. وبعدها على الوش كان الشناتي بكل انواعها. وبعدها طلعت لي اكثر شغله كيوت ممكن تشوفها اليوم، وهي عباره عن مكوايه صغرونه خصوصي للسفر، والايد تبعها بتنطوى على جنب مشان ما تاخذ كثير مكان. وبعدها عنا هي الخوذه. من كم سنه بلشت اتدرب على الباتيناج. اول شي بلشت بالعادي، تعلمت لحالي من الصفر والحمد لله شوي شوي تحسنت. بعدين حبيت جرب نوع تاني واللي هو هذا الباتيناج، بيجي له مثل حفه على دايره لتحسن تتزحلق على الحواف، وبين الدواليب كمان في فراغ مشان تساوي حركات. بشكل عام هذا كان اصعب واخطر، فكان ضروري اني ادير بالي على حالي منيح. واخر شيء فيها الشنطه الكبيره متروسه اغراض وزنها ثقيل كتير، فتحتها ومثل ما كنت متوقع مو تارك شيء الا داحشه فيها. الشنطه مليانه اغراض مثل ما شايفين، فحنخليها لبعدين مشان ما انكت المكان فوقاني تحتاني. حطيت الكرتونه على طرف، رتبت شوي، غيرت لبسي وقلت لحالي خلينا نطلع شوي لبرا، بس مو اي طلعه لا، جبت لك الباتيناج لاختبر قدراتي بما انه صار لي فتره طويله قاطع. حطيته بهالشنطه ونزلت قبل ما تقوى الشمس على المضبوط وانشوى شوي. رحت على الحفه وبلشت طلع بهالاغراض، ضبيت الشحاطه وانطلقت. صرت افتل بمكان قريب علي، حاليا المكان فاضي ورواق على الاخير، فصرت دور على اماكن ممكن الواحد يتدرب فيها. لقيت هالفسحه فاضيه ومساحتها لا باس فيها، فخليتها ببالي وكملت تدوير. في مصف للسيارات كبير بس المشكله الارض مو مناسبه ابدا. طلعت على شارع فرعي كان فاضي وما في سيارات، فقلت خلينا نحمي شوي على السريع. ضربت كم شوط روحه رجعه ورجعت على الساحه اللي لقيناها، وبلشت لك بهالحركات اللي كنت متقنها منيح قبل، بس شكله نسيت كتير شغلات والتوازن ما عاد مثل قبل. شوي شوي صارت تزبط معي كم حركه، وبلش يرجع لي هالاحساس ليش حبيت هالرياضه بالاصل. يا اخي فيها متعه مو طبيعيه. ما قضيت شويه وقت وخلص ما عاد فيني كمل. الحراره كل ما عم تزيد، وشي صار احمر ولبسي كله مبلول من العرق، فخلص رجعت على البيت وانا مبسوط كتير. وهي لساتنا باول الطريق، فساوي فولو لانه الجاي لسه احلى بكتير.